السلام عليكم الدراري، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. شحال من واحد كيسولني في البث المباشر كيقول لي واش ناخذ عملة زين. قلت لي عملة زين سانحة للدخول في مرحلة انها ملي تكون تنزل 10 دولار و9 دولار و8 و7 دولار، هاد المناطق مزيانة للدخول. ليش؟ لان بزاف ديال الناس فاش العملة انها قدرات تطلع من هنا لهنا، معناتها ان عمله طلعت من 6 دولار كقاع تاريخي للعمله. احنا غادي نرجعوا نلقاو 6 و5 دولار هو القاع التاريخي ديال العمله، انها طلعت من هنا وقدرات توصل ل 25، معناتها انها حققت لنا 5 اكس. اذا اذا بالنسبه لعمله زين، واش كانت سانحه للدخول في 20 دولار؟ لا، هذا كيسمى راك غتشري في التراند. والعمله ملي كتشريها في التراند فهذا انك كتغامر براس مالك، وفي اي لحظه يقدر يريب عليك السوق. واش 20 قلت لهم لا، 15 لا، منطقه 10 دولار مزيانه، ومنطقه 8 و9 و7 دولار كذلك مزيانه. معناتها شنو؟ انا فاش قلت لهم مثلا دخلوا في 10 دولار، راه ماشي ان النظريه كانت ما مزياناش ولا ان العمله طاحت ل 8 دولار. كما كتشوفوا الا حطيناها مثلا قبل ان نشوفوا القاع التاريخي ديال العمله شنو كان بالضبط. دابا ملي غنمشيو نحطوها مثلا على الفرايم الشهري وغادي نشوفوا بان العمله كان القاع التاريخي ديالها، ما غاديش نقولوا القاع التاريخي تاريخي، وانما اقرب قاع مثلا واحد العامين ولا شنو فين كانت العمله كتنزل. اذا كان كيكون الدعم ديالها في 5 دولار كما كتشوفوا، ولا زدنا شي شويه وكبرنا الشارت ديالنا غيبان لنا كذلك 5 دولار. ها هي كما كتشوفوا، ها هي 5 دولار. وكذلك الا زدنا كبرنا الشارت ديالنا غتبان لنا 6 دولار. يعني نقولوا 6 دولار كان هو القاع التاريخي ديال العمله على المدى المتوسط، يعني عامين ولا 3 سنين هذه. اذا في هذه العمله فاش كتطلع لينا من هنا لهنا وكتوصل اقرب قمه اللي هي 25 دولار، معناتها العمله لما شديتهاش في 6 ولا 7 ولا 8 ولا حتى 10 ما بقاش خاصني ندخل ليها، يعني ندير عليها كروه، ما خصنيش ندخل ليها. اذا في هذه الحاله هذه قلت لهم فاش توصل ل 10 حاول انك تدخل في العمله وتدخل عن طريق الادفونس دي سي اي. معناها لا حطيناها على الفرايم ديال الدايلي وغادي نحاولوا نصغروا الشارت ديالنا، غادي نلقاو العمله انها نزلت لنا من هنا لهنا كما كان متوقع. اذا في هذه الحاله هذه راه العمله قدرات تنزل ل 8 دولار ماشي غير ل 10 دولار. حنا كنا دايرين سعر الدخول ديالنا هو 10 دولار، ندخلوا في 10 دولار. اذا دخلنا في 10 دولار وطاحت علينا ل 8 دولار، هذا معناته ان قلنا غادي نحاولوا ندخلوا بالدي سي اي. اذا نحاولوا ندخلوا تدريجي، معناتها ان سيدي ان العمله كما كتشوفوا دخلنا في 10 دولار مثلا. هنايا دخلنا بواحد المبلغ 200 دولار مثلا، شريناها في 10 دولار. احنا شرينا 200 دولار، 10 دولار شرينا 200 دولار. اذا في هذه الحاله هذه العمله طاحت لنا سيدي ل 8 دولار. هنا كنقولوا دخل بالتدريجي، معناها انك تخدم الادفونس دي سي اي. اذا فاش دخلتي هنا ب 200 دولار فهنا خاصك تدخل تعزز، ولكن تحاول تعزز ب 250 دولار. ليش؟ لان دابا فاش طلعت العمله من هنا لهنا، في هذه الحاله طلعت لي من 250 دولار ل 10 دولار، فهنا في هذه الحاله غادي نبيع هذا التعزيز هذا اللي درت ديال 250 دولار. اذا انا فاش بعت التعزيز اللي عززت 250 دولار بعته هنا في 10 دولار، بعت غير التعزيز وخليت سعر الدخول النوبه الاولاني اللي دخلت ب 200 دولار. اذا انا راه رابح غير من هنا لهنا، رابح في هذه الحاله، راني رابح. وانا باقي دابا محافظ على السعر ديالي في 10 دولار والعمله دايره 10.5، عندي واحد نسبه الربح ضئيله. وانما انا في هذه الحاله راني رابح في هذا القاع اللي شريت، في الدعم لاني عززت 250 دولار. اذا هنا هذه استراتيجيه ناجحه. علاش ناجحه؟ ملي كنجيو نشوفوا واحد القضيه ديال ان العمله راه الدعم ديالها هو 6 دولار، اذا العمله ملي شديناها في واحد المنحنى اللي هو زوين، في هذه الحاله هذه ما عندكش مناش تخاف. واخا تصحح من 10 دولار تقدر 8 6
وإلا دارت شي تصحيح غترجع للقي الدعم التاريخي اللي هو كما كنقولوا 5 دولار. اذا هذه هي الاستراتيجيه اللي واضحه وناجحه، خاص اي واحد يطبقها. ما تمشيش وتشري لي العمله في التراند، تبان لك العمله غادا طالعه وانت باغي تشري هنا، فهذا غلط. ولا تشري هنا العمله لما شديتيهاش هنا صافي، فمن الاحسن ما تبقاش تدخل ليها كاع نهائيا، دير عليها كروه. اذا في هذه الحاله هذه خاصك دير عليها كروه. اسمحوا لي. اذا كما قلنا في هذه الحاله هذه خاصك دير عليها كروه وما تبقاش تدخل نهائيا. خلاصه الامر راه الكريبتو قد ما هو صعيب قد ما هو سهل، غير الانسان يخدم عقله. وهادشي اللي كاين الدراري، وشكرا وتحياتي.